السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال. الامور ديالكم تكون مزيانه. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم اللحم بالبرقوق بطريقه هائله سهله وزوينه. تقدري هاد الوصفه هذه ديريها لضيافك وتحمر لك وجهك. كيف ما كتشوفوا اخوتي في هذا الفيديو هذا جاو عندي الضياف وعملت ليهم هاد التبصيل ديال اللحم بالبرقوق وجا هائل، لا مذاق لا شكلا. وخليكم اخوتي معايا حتى لاخر الفيديو باش تعرفوا الطريقه ديال التحضير كيفاش قدرت نوجد هاد اللحم هذا. اول حاجه اخوتي كتاخذوا اللحم الكميه على حسب الافراد ديال العائله، او لا جاي عندك شي ضيف نتوما وحسب الرغبه. انا جايين عندي الضياف يبان لكم اللحم كثرته. صافي انا عندي اللحم ديال البقري، عندي الكوكوط شلطت فيها جوج ديال البصلات مويان وبصله وحده حكيتها بالحكاكه، يعني عملت 3. تقدروا كاملين بهم تحكوهم، تقدروا تقطعوهم رقاقين كيجيو زوينين في اللحم وكيذوبوا. وكيف ما قلت لكم هنا عندي اللحم غسلاه يعني راه ناضي. باش غادي نديرو غندير ليه العطريه ديالو. كنتو 3 الافراد غديروا كميه قليله، كنتو 4 نتوما ولا حسب الرغبه ديالكم كيف ما كنقول لكم. صافي هنا خوتي غادي ناخذ الكوكوط باش غادي نعمل العطريه. غادي نهز اللحم وغنديرو في الكوكوط كامل. هنا اللحم راه عندي 2 كيلو ديال اللحم، يعني 2 الكيلو درت. الناس كاين اللي غيبغي يعرف بالضبط شحال عملت، 2 الكيلو وشي حاجه. صافي هنا غنعمل دابا العطريه. عندي هنايا القزبر والمعرنوس قطعتهم رقيق، عندي الثومه هنا حكيتها والثومه قطعتها طريفات غادي نعملهم على اللحم. عملت هنايا شكنجبير واحد معلقه صغيره شكنجبير، البزار، الخرقوم، كل شيء معلقه صغيره معلقه صغيره. بالنسبه للفيديو انا راه كنت صورته بالصوت عادي، ولكن في المونتاج سمعت كاين صداع وعاد جيت نعلق عليه الصوت ديالي ما هو كنت عملت لكم مباشره. هنا عملت نص معلقه صغيره ديال العطريه ديال اللحم، هذيك قليقيله وبسيبيسه. المهم العطريه ديال اللحم عملت نص معلقه صغيره. راه كتباع عند العطار. عملت هنا شويه ديال السمن، السمن كيجي زوين حتى هو مع اللحيمه. عملت هنا واحد الكنور ديال البقري. وعملت شويه ديال الملحه ما نكثروش باش ما يجينيش داكشي مالح حتى الكنور حتى هي مالحه. عملت هنا واحد شويه ديال الماء باش نقدر نحرك اللحم ديالي وديك العطريه تذوب. صافي باقي لي دابا الزيت، غندخل هاد العطريه مع اللحم ونعمل الزيت. نتوما تقدروا تعملوا داك الضومه د الزعفران، تقدروا ديروا شحال من حاجه.
انا هذا القياس هذا كنكتفي به بهاد العطرية هذه، وكتجي الماكلة روعة. هنا عملت الزيت، الا عندكم زيت العود عملوا شويه، ما عندكمش اكتفوا غير بالزيت العاديه. هاد الزيت هذه ديال نوار الشمس، ما كتكونش ملدمه بزاف، كتكون زوينه. صافي هنا غنشعل هاد البوطه وغنخليها تقلى مزيان حتى غتقلى لنا والبصله تزيد تهبط. عاد غادي نمرقها بالماء سخون، غادي نسد عليها. ضروري من تشحر. هنا خوتي راه تشحرات ليا اللحيمه ديالي. ومره مره كنحركوها باش ما كيلصقش لنا. وهنا خوتي عندي البرقوق حتى هو غادي نسلقوه. غناخد شويه د المرقه من الكوكوط وغنكبو على داك البرقوق، هو اللي غنسلقوه فيه، غيطيب فيه على هاد الشكل باش هداك البرقوق كيجي بنين ملي كيطيب. ملي كتكوني واخده المرقه من الكوكوط من اللحم كيجي بنين. صافي نزيد عليه شويه الماء غنخليه يطيب، عاد ندير ليه السكر والقرفه. هنا عندي الماء سخون، غادي نمرق دابا الكوكوط ديالي. غنمرقها مرقه وحده باش سده وحده وحله وحده يكون طايب. الماء ضروري تسخنوه باش ما يتكنزش لكم اللحم. صافي انا غنسد على الكوكوط ديالي وغادي نمشي للبرقوق. هنايا البرقوق درت ليه شويه ديال القرفه، غنزيد عليه شويه الماء سخون وغنخليه يطيب حتى يطيب مزيان. اصلا ما كياخذش بزاف ديال الوقت. عاد غنعمل له شويه ديال السكر. انا راه عملت شويه ديال الملح باش ما يجيش باسل. صافي غنخليه يطيب على نار مهيله. وهنا اللحم ديالي راه وجد تقلى ليا مزيان. هنا خليته شويه يشرب باش يجيني معلك. حنايا ما كنبغيوش المرقه بزاف في اللحم. هنا خوتي عملت شويه ديال العسل في الكوكوط، العسل المزيان هذا باش كيعطيه واحد الحلاوه واحد البنه اللي هي رائعه. صافي وغنخليها خوتي يزيد يشرب شويه، عاد غنضيف عليه. وهنا راه وجد لي الطبق ديالي جا على هذا الشكل هذا. صراحه جا رائع، لا مذاق لا شكلا. الضياف اللي جاو عندي حماقوا عليه. وهذا هو الطبق النهائي اللي وجدته معكم. غادي نقدمه في هذا التبصيل هذا، وكنتمنى هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم حتى عملتها معكم بكل حب. صورت معكم هذا الفيديو هذا، وهذا هو الشكل النهائي. غادي البرقوق ديالي راه طاب، غادي نستف في الجناب ديالو. عاد غادي ندير شويه ديال اللوز من الفوق. تقدروا هذاك اللوز طحنوه وهذاك البرقوق تلووه في هذاك اللوز مطحون وتستفوا فيه، كيعطيه ديكور زوين. انا غير ما كانش عندي الوقت اكتفيت غير ندير فوق منه اللوز على هذا الشكل هذا. وهذا خوتي هو الفيديو ديالنا. السلام عليكم.